لتعزيز السلامة المرورية وتفاديا لحوادث المرور وضمان الاحترافية التامة في القيادة سواء في التعامل مع مستعملي الطريق أو حتى الركاب، سائقون ممرنون ومراقبون كلهم كانوا في هذا المركز لضمان شهادات معتمدة من الدولة، فروع واستراتيجية من شأنها تعزيز الأمن المروري. السلامة المرورية تحقيق هذا الهدف يبدأ من التكوين الجيد، لذا مؤسسة إتيوزا تواصل وتستمر في حملاتها التحسيسية والتوعوية من أجل ترسيخ وتعزيز ثقافة السلامة المرورية واحترام قانون المرور لدى المواطن. هنا قاعة مخصصة لتكوين السائقين والمراقبين، فالاحترافية عند القيادة كانت من الأولويات. تكوين هذا مليح، مهم للسائق يتوعى، يدي نظرة وتوعية باش نتفاداو حوادث المرور، وتوعية مع السائقين برا ما يقلقك، لازم تعاملهم باحترام، والفواجر كيف تعاملهم باحترام، لازم تكوني انت واعية كذا عليهم. الممرنون من جهتهم يأخذون دروسا خاصة في مجال النقل والسلامة المرورية بهدف تطوير المهارات والتي تمكن من فتح مدارس لتعليم السياقة. الهدف من الحصول على شهادة الكفاءة المهنية البيداغوجية لتعليم السياقة صنف با هو الحصول على هذه الشهادة من أجل أن أكون ممرنة تعليم سياقة مستقبلية أتلقى حاليا دروس نظرية وتطبيقية من أجل تقديمها مستقبلا في الميدان العملي. طرق المناهج البيداغوجية المعتمدة من قبل مؤسستنا تهدف إلى تمكين المتدربين من اكتساب معارف نظرية ومهارات تطبيقية متكاملة، بما يضمن تكوين سائقين يتمتعون بمستوى عالي من الكفاءة والانضباط ويساهمون بوعيهم وسلوكهم المسؤول في تعزيز السلامة المرورية العامة، وهذا هو هدفنا الرئيسي من هذه الدورة التكوينية. مركز تكوين يعتمد بالدرجة الأولى على إدارات ومتخصصين في السلامة المرورية، والذي من شأنه تحسين خدمات النقل من جهة وضمان الأمن المروري من جهة أخرى.